السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ من مطبخ ملكة بحييكم ولكم مني مليون تحية. ويلا كده نصلي على النبي، كل من له نبي صلى عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. إيه زي ما انتم شايفين كده، النهارده هنعمل ايه؟ او الفيديو بتاعنا تخليل. هنخلي الايه؟ هنخلي اللفت مع خيار مع جزر مع كرنبيط مع فلفل اخضر او الشطه الخضراء ديت. بس هعمل لكم حبه حاجات كده، يعني ايه، يا رب كده تطلعوا بمعلومه او تستفيدوا معانا في حاجه، او بناتنا اللي مش عارفين يستفيدوا معانا بحاجه، او اللي ما عملتش مخلل قبل كده تبدأ كده معانا واحد اتنين مع بعض. تخليل اللفت مفيش اسهل منه، وهقول لكم يعني على حاجات كده تعملوها. اللفت زي ما انتم شايفين كده، جبناه وغسلناه ونضفته، يعني انا غسلاه كده ومنضفه في الحوض من الطين اللي فيه، غسلاه جدا ومنضفاه ومغسله عروقه، في اللي شايله منه العروق وفي سايبه منه العروق، حسب ما انت عايزه تعملي بقى بعروق او من غير عروق. وبرده بنقوم منضفينه بالسكينه زي ما انتم شفتوا كده مطرح التين، برده بنقطعه بالبوزه اللي فوق دي اول تخليل هنعمله بعد ما قطعته بسكينه اللفت اللي هي المشرشره دي. هنعمل اللفت اللي هو الاحمر، اللي هو بيبقى لون ميته حمر، وده دايما بيبقى تخليل بيتي، ما بتشوفوش في المطاعم، دايما تشوفوه في البيوت. هيبقى احمر ازاي؟ هي حته بنجر مش اكتر من كده، هتشتري بنجريه من السوق مع اللفت، وتحطي حته بنجر ما يجيش ربعها او نص البنجرايه، يعني لون طبيعي مش لون صناعي. وزي ما انتم شايفين كده، بعد ما قطعت اللفت بقى هتجيبي العلبه او برطمان، الحاجه اللي هتخللي فيها وتحطي فيها كويس وتتفسي كويس، يعني لانه بيشرب ميه وبيقل. وفي ناس بتنقعه في ميه بملح من قبلها بيوم، بس انا ما بعملش كده. انا بقطعه زي ما انتم شايفين كده، وبحطه في العلبه او في البرطمان وبتفسه كويس، واحط حته البنجر، وبنزل عليها بالميه والملح، الميه والملح عشان تظبطيها. شايفين البنجر؟ يعني حمر الميه من اول ما حطيناه، الميه والملح، كوبايه الميه لو المج عليه معلقه ملح، مفيش اكتر من كده. تمام. عايزه تحطي شعره شطه ماشي، عايزه تحطي فص توم ماشي، بس اللي هو بالبنجر ده ما حطيتلوش حاجه، هو ميه وملح والبنجر. وده كان اول نوع معانا من المخلل. المخلل التاني هنعمل مخلل مشكل زي بتاع المطاعم، برضو اللفت معانا متقطع زي ما انتم شايفين كده، وهقطع معاه كرنبيط، وهقطع معاه خيار، وهقطع معاه جزر. عايزه تسيبي الخيار سليم، لو الخيارية صغيره ماشي، الخيارية كبيره حاولي تقطعيها شرايح او صوابع، بس تكون عريضه شويه. وهقطع برضو الجزر زي ما انتم شايفين كده. طبعا ده تخليل المطاعم، زي المخلل اللي بيجي مع السندوتشات او كده، بيبقى مشكل وفي لفت، في جزر، في خيار، في كرنبيط، وهنحط برضو معاه قرون فلفل كده شطه. تمام. زي ما انتم شايفين كده، قطعت الكميه او قطعت كميه على قد يعني العلبه اللي هعمل فيها، ولو هتعملي في برطمان حسب الكميه يعني الحاجه اللي هتعملي فيها. كده عملت الكرنبيط كمان وقلبته زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هجيب العلبه بتاعتي او البرطمان، ويكون مغسول نضيف طبعا، ومنشفاهم ومعقماهم، حطيت برضو شطيطه زي ما انتم شايفين كده، وهحط المخلل بتاع اللي انا مشكلاه زي ما انتم شايفين، يعني الانواع برضو اللي بتاكلوها، يعني انت بتعملي في البيت الانواع اللي انت ممكن تاكليها، ممكن ما تعمليش النوع اللي انت عايزاه، ممكن تعملي نوع واحد براحتك. عايزه تعملي لفت لوحده ماشي، خيار لوحده ماشي، جزر لوحده ماشي، يعني انت هتشوفيني في بقيه الفيديو عامله حاجات لوحدها، بس انا حبيت اعمل مشكل زي بتاع المطاعم، سواء مشكل بميه بيضه زي ما انتم شايفين كده، برضو الميه بملح، كوبايه الميه عليها معلقه. انا عملتها مره فمش هعملها التانية معاكم. وحطيت ورق لورا اهو، وشعرة شطة، والمية بالملح. عايزة تحط فص توم برضو بيديله ريحة جميلة، هعملها في مخلل معاكم دلوقتي. وده المشكل بتاعنا. وهعمل مشكل تاني دلوقتي مشطشط بقى، اللي بيجي مع البيتزا والحاجات دي دلوقتي هتشوفها، بس دي اللي بيفضلها برضو، للي بيحبها. دي شعرة الشطة دي اللي هي الجافة، مش هتحميها قوي. ده تاني نوع اهوت معانا، يبقى كده عملنا نوعين، اللي هو اللفت الاحمر، وعملنا المخلل المشكل. وهنعمل التالت اهو المشكل، برضو لفت وكرنبيط وخيار وجزر وفلفل، بس ملفوف بالشطه الحمراء. شايفين؟ هنضرب الشطه الحمراء في الكبه او في الخلاط بحبه ميه بس، وبرضو الميه الملح بالملح معانا، وتحطي ورق لوري، فص توم. ادي الشطيطه اهي ضربناها مع الخيار مع المخلل بقى المشكل زي ما انتم شايفين كده. وزي ما قلت لك باكد على الخيار يكون عريض عشان ما يتهريش معانا في المخلل، بحيث لو انت عامله كميه، لو عامله كميه كبيره يفضل الخيار يبقى سليم. يعني هعمل معاكم دلوقتي الخيار سليم برضو،
وتتفسي كده لان الحاجه بتقل. ولو برطمان وفوهته ضيقه حط كيس ايه في ميه بملح عشان تتفس الحاجات دي لتحت. تمام، عشان الحاجه ما بتقب على الميه. هتشوفي دلوقتي انا بتفس وبكتر في الكميه عشان ايه اللي فوق ما يبوش. وكده حطينا الشطاطه اهي زي ما انتوا شايفين. هو ممكن تلفيه بالشطاطه بس كده كده الميه بتعوب الشطاطه ايه وبيبقى كله شارب من بعضه. فمش حابه ان انا ايه اقلب كله على بعضه بالشطاطه فايدي هتبقى مولعه. الميه بقى بملح اهيت هتقوم ايه معومه كله هيشرب ايه من الشطاطه زي ما انتوا شايفين في الميه كده. والميه اللي في الشفشق دي ميه بملح زي ما قلت لكم. كوبايه الميه عليها معلقه ملح. كده تالت نوع معانا اهوت. واوعوا تنسوا تعملوا اللايك، اوعوا تنسوا تعملوا لنا اللايك. كده نوع بقى الليفت اللي هو بالعروق زي ما انتوا شايفين كده برضو بعمله ايه. عملته معاكم اهو قطعته بالعروق وايه هنعمله برضو. هتحطيه في العلبه او في البرطمان. ده رابع نوع اهو. قطعت اللفت بالعروق حطيت ورق لوري وهحط له برضو الميه بملح وشعرة شطه وهحط فص توم. فص التوم بتديله ريحه حلوه قوي وهتجربوه يعني لو جربتوه هيعجبكم. كده اللفت لوحده واخدين بالكم يعني احنا عملنا اللفت بالميه الحمراء واللفت بميه عاديه. خدوا بالكم عشان احمر زي ما انتم شايفين كده ولونه بنفسجي هيخلي الميه بامبه. ده الخيار اهوت سليم عملته برضو. لو عايزه تعملي منه كميه بنفس الطريقه يعني الطريقه مش صعبه برضو. اللي بتقطعيه وتنضفيه ويبقى سليم كده وتحط عليه الميه بملح ورق لوري وهتحط له برضو قرن فلفل كده يديله ريحه سواء احمر او اخضر وتحط له شعره شطه وفص ثوم. وده كده خامس نوع معانا اهو. ممكن تعملي جزر برضو لوحده تعملي كرنبيت لوحده النوع اللي بتفضلي اعمليه. هو الميه بملح فص ثوم ورق لوري فص الثوم اهو روعه. اللفت برضو بالميه الحمراء كده عرفتيها. بالميه البيضه برضو معاكي. شكلي ونوعي واعملي في بيتك بقى المشكل والحامي والبارد وزي المطاعم وبراحتك بقى والنوع اللي بتفضلي بتعمليه. وهوريكي كده بعد يومين 3 بعد ما استوى بقول لكم ممكن تعملي جزر لوحده. كده كنت خلصت بقى انا هوريكم كل الانواع. بصي البنجر كانت الميه احمرت من البنجر وبس هتحمر اكتر من كده. امال ايه البنجر هيخليها حمر. وشوف الشطاطه مخليها ايه. بس اللي بيحب الشطه بقى براحته. وكده 5 انواع عملناهم مع بعض اهوت. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم وهوريكم بعد ما استوى دلوقتي. بس ما تنسوش بقى تعملوا اللايك وتشتركوا في مطبخ مليكة كده عشان نكبر بيكم ويوصل لكم اشعاراتنا كده ويوصل لكم كل جديد معانا ويتشجعونا كده عشان نكبر. كده 5 انواع وكده كنت خلصت بقى كده بعد يومين 3. اللفت والخيار ما بياخدوش اي وقت. شايفين شكله وطعمه تحفه وكل ده وقلق عليه جميل. بقول لكم ان دوت ما محتاجش البنجر لانه احمر او لونه بنفسجي فميته ايه بقت بامبا كده. شايفين الشكل مفيش. تسلم ايدك. طب بالهنا والشفا. يلا اعملوا كده وشجعوا. هاتوا اللفت رخيص وشكلوا ونوعوه في بيتكم كده واعملوا الانواع اللي انتوا بتحبوها سواء لفت بس او مع كرنبيت مع خيار النوع اللي بتفضلوه اعملوه كله. يبقى حاجتك في بيتك وتحت ايدك واحلى من بره وانضف من بره. بصوا الخيار سليم احسن من ما تقطعيه عشان ما يتهريش. ولو قطعتيه قطعيه يكون عريض زي ما قلتلك باكد. ويا رب الحاجه تكون عجبتكم كده ويكون فيديو النهارده كده نال اعجابكم ولو جزء من اعجابكم يا رب. ويكون كل حاجه كده بنعملها لكم كده تنال اعجابكم كده وتشجعونا وتعملوا لنا اللايك. ويا رب يكون المخلل النهارده عجبكم. ايه رايكم؟ يلا بقى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.